رسالتي إلى وزارة الداخلية وإلى سعد معا. أولا على وزارة الداخلية أن تكون منصفة، تفاهم ويا نقابة الفنانين، صاحب المحتوى الجيد الهابط راح ياخذون إجراءاتهم وياه، ونقابة الفنانين لازم هم يدعمون المحتوى الجيد. هذا المحتوى الهابط هو يغار من المحتوى الجيد. والشغلة الثانية وزارة الداخلية عليكم أن تهتمون بالإعلام. الإعلام هو سلط الضوء عليهم ودائما ينتقدهم بالتلفزيون، لكن هو اللي وصلهم، هو اللي خلاهم يوصلون. مثلا هسه شخص معين سلبي ويجي إعلامي ينتقده ويطلعه بالتلفزيون، تتوقع أنه هذا الشخص راح يستمر بالإيجابي؟ لا، يستمر بالسلبي، ينتظر قناة ثانية تطلعه. هو هذا من يسوي لقاء وهو سلبي، ايش راح ينشر السلبي. اول ما دخلوا الخليجيين للعراق قالوا اعلامكم جاي ينقلنا الصوره السلبيه، هم ما يتابعون الخليج، يتابعون الاعلام جاي يسوي، جاي ينشر السلبي. الاعلام مالتنا هو هابط، يحتاج الى مراقبه ولا سجن، بس قيد التنفيذ يعني ما سجنه تخليه 6 اشهر و4 اشهر، بكون انه خطيه هم عنده اهل. وهذول الاشخاص اللي خليتوهم بالسجن اول شيء بدون انذار، لازم عليكم ان تعطوهم انذار وتخلوهم يعني سجن شهر. قيد التنفيذ يراجع نفسه، مو مباشره يعني عنده اهل، عنده ناس تحبه، عنده عنده اب، مباشره انتم تخلونه بالسجن. ما يصير هيك مباشر، يعني اول شيء تحذير وبعدها الدور تصير سجن. وانا ما حد ضوجني وما حد شغل بالي غير المتابعين. هم نفسهم كانوا يسوون لايكات، وهم نفسهم كانوا يسوون تعليقات سلبيه وايجابيه لهذا الشخص. من نزلوا الرابط وزاره الداخليه هم نفسهم راحوا واشتكوا عليه. فانتم نفسكم هابطين، اما تدعمون الشخص الصح، اما ما تصيرون متناقضين. اريد اسال سؤال للحكومه العراقيه جميعا، اي واحد يجاوبني انا اشرف. اولا شنو استفادتوا من البرامج مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن هذا البرنامج اللي انشر عليه؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو الصحه؟ الله يسلمكم. وري هذا البرنامج اللي انشر عليه بدون ذكر اسمه لكون انه خاف اكو شيء حضر شيء بالبرنامج. شو استفادتوا من عنده انتم؟ من كان هذا البرنامج ما موجود اكو شيء سلبي؟ لا ماكو، لسبب انه هذا البرنامج موجود وهو اللي مخلي السلبي مستمر. اكيد انتم كلكم تعرفون اكثر مشاهدين على البرامج مواقع التواصل الاجتماعي هم العراق. أكثر إنسان يعلق ومستمر ويتابع بجد وبقوة هو العراق. وأنا أقول لكم شغلة، كوني إنه أنا بالبرامج من زمان، ماكو واحد ينشر السلبي والإيجابي مستفاد بهذا البرنامج. وللعلم البرامج هي مستفادة مليارات، هاي المليارات الشباب ما مستفادة من عندها. راح أحكي لكم شغلة أنتم ما تعرفوها. تعرفون أنتم بالخليج إذا تروح أنت تنزل محتوى بالخليج على هاي البرامج نفسها اللي أنت جاي تتابع بيها، تستفاد من عندها ماديا. العراق الوحيد اللي ما يستفاد كل شيء. مثلا هسه اغلبيه البرامج تجينا تسوي عندنا اعلانات باليوتيوب، اثناء ما تسوي عندنا اعلان باليوتيوب يجون متابعين ينزلون البرنامج صدق جيد وبرنامج حلو ومرتب، لكن الموضوع شنو؟ راح تستفاد المنصه اللي مسويه البرنامج. احنا الوحيدين ننزل كل البرامج وما نستفاد من البرامج ابدا. اكو كم واحد راح يكتب بالتعليقات جاك السنه. انا بالنسبه لي اعرف لساني شو يحكي واعرف وين اشمل الكلمه، وما اخاف من اي واحد لكون انه انا ماشي على الطريق الصحيح، محتواي واضح للعراق للعراقيين.